واستخدم أولا كلمة نظام للحديث عن الحكومة السورية والحكم في سوريا، وأنا أربأ بنفسي عن استخدام نفس الكلمة في وصف حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ولذلك لن أستخدم نفس العبارة، سأتركها له ولضميره مستقبلا لعله يكف عن استخدام هذا المصطلح غير اللائق باللغة الدبلوماسية حتى عندما يختلف المرء مع بعضه البعض. ثانيا، قال مندوب المملكة بأنه باسم بلاده وباسم دول مجلس تعاون الخليج يدعو إلى إرسال قوات أممية عربية مشتركة لحفظ الأمن في سوريا، وكأنه لا يوجد أمن في سوريا، وكأنه لا توجد دولة في سوريا، وكأنني أنا هنا لا أمثل دولة عضوة مؤسسة لهذه المنظمة الدولية، وكأن الأمور سائبة تحتاج إلى قوات من السعودية ودول مجلس التعاون كي تضمن الأمن والسلام في بلادي. لقد اقترحنا في بياننا السابق سيد الرئيس قبل أسبوعين أن نعتمد جميعا وبإشراف الأمم المتحدة خطة محكمة لنشر الديمقراطية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في كل دول المنطقة بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، لأن أولئك الذين يتحدثون عن سوريا بحزن شديد انطلاقا من قناعتهم بأن هناك مأساة في سوريا وحربا أهلية، أولئك أنفسهم ليسوا قدوة لأحد في معرض الحديث عن نشر الديمقراطية وحماية وتعزيز حقوق الإنسان. إذا كان الأمر كذلك سيد الرئيس، فإنني أيضا أتبرع باسم بلادي والعديد من الدول الأعضاء أن نرسل قوات أممية وعربية وإسلامية إلى المملكة العربية السعودية لحماية السكان السعوديين المضطهدين في منطقة القطيف، وهذا تبرع مجاني لا نريد أن يموله أحد. ولعل المسألة الأخرى الهامة بالنسبة للمملكة هي أن تسحب قواتها من البحرين، وهي القوات التي تعتدي على مطالب شعبية محقة لشعب البحرين الشقيق. كنت أتمنى أن لا يتحول هذا الاجتماع إلى حديث عربي، ولكن البعض يسعى جاهدا إلى الوقوع في هذا الفخ. وأنا أنصح من هنا أن لا يستفزنا أحد، لأن لدينا الكثير مما يمكن أن نقوله، وهي أشياء تفضح عمق بعض أنظمة الحكم سواء في الدول العربية أو خارجها. إنه من المعيب لعربي أن يشبه التمرد المسلح المحدود في حي صغير في حمص اسمه بابا عمرو، وهو حي عزيز على قلوبنا كلنا في سوريا، أن يشبهه بمذبحة سريبرينيتشا ورواندا وكوسوفو وغزة. هذا خلط للأوراق غير جدير بالاحترام عندما يصدر عن صوت عربي في هذه المنظمة الدولية.
هذا خلط لا يخدم إلا إسرائيل وأعداء العرب جميعا. إن بلادي سيد الرئيس تسمى رسميا الجمهورية العربية السورية، وهي لا تسمى الجمهورية العربية الأسدية، لكن المملكة العربية السعودية تنسب لحكامها. اسم البلاد مرتبط باسم العائلة الحاكمة، ولذلك تسمى المملكة العربية السعودية. أرجو أن لا أستفز أكثر من ذلك كي لا أقول كلاما أكثر تجريحا. شكرا سيد الرئيس. I thank the distinguished representative of the